اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكلتنا النهاردة سهلة جدا وسريعة. طبعا لو انت مستعجلة هتعمليها وانت واقفة، هتنفع معاكي فطار أو غدا أو عشاء جنب بطاطس محمرة وبالهنا والشفا. يلا بقى بينا نشوف هنعمل الأكل القمر بتاعتنا دي ازاي. معايا طاسة حطيت فيها قطعة زبدة أو معلقة سمنة أو زيت المتوفر عندك. هضيف طماطمتين أنا مقطعاهم قطع بالشكل ده، تشويحة كده وبعد كده هضيف فلفل. انا معايا فلفل حامي. طبعا لو مش حابه الفلفل الحامي عادي تستغنى عنه وتعملي فلفل بارد، مفيش اي مشكله. طبعا انا هديها كده تشويحه كده مع بعض الطماطم مع الفلفل، تشويحه كده مع بعض. وبعد كده هنزل بقى بالتوابل. انا معايا معلقه ملح صغيره، ومعايا معلقه فلفل اسمر صغيره او نص معلقه فلفل اسمر صغيره، ومعايا حوالي معلقه بابريكا صغيره. هسيبهم كده على النار لحد ما يتسبكوا. وبعد كده هنزل بيه شرايح اللانشون. طبعا ده اللانشون انا عملته معاكم على القناه طريقته. لو حابين تعرفوا الطريقه هتدخلوا على قناتي وتعرفوا طريقته. لو طبعا مش حابين وحابين تشتروا اللي هو اللانشون الجاهز، فطبعا هتعملوه بنفس الطريقه دي. بس طبعا اللانشون البيتي اللي احنا عملناه او لو هتعمليه في البيت بيبقى احسن بكتير وانضف واوفر من اللانشون الجاهز. طبعا عشان طبعا انت عارفه انت حاطه مكونات وطبعا انت عاملاه بايدك. هضيف كده حوالي بيضتين كده على الوش وهغطيها حوالي بس كده 5 دقايق بس لحد ما البيض يستوي معانا. طبعا النار تكون متهدى عليها، ما تكونش النار عاليه عشان ما تلسعش منك. طبعا هي مش هتاخد معاك وقت خالص، هتستوي معاك على طول. هنقدمها كده في طبق التقديم. ما شاء الله الريحة طالعة في منتهى الجمال والطعم فعلا حكاية. هتنفعك فطار او غدا او عشاء. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، وطبعا هتنجز معاكي في الوقت اللي انت مستعجلة فيه. جربوها على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.